تخيل تسافر آلاف الكيلومترات بعد 25 سنة انتظار عشان تشوف ابنك لأول مرة، وما تقف قدامه يقولك بكل برود: أنا عندي أب واحد بس، اللي رباني هو أبويا الحقيقي. الكلمات دي كانت كفيلة إنها تهز واحد من أقوى رجال السينما المصرية، عادل أدهم. سنة 1928 في حي الجمرك البحري بالإسكندرية اتولد عادل أدهم وسط أسرة ميسورة الحال. والده كان موظف حكومي ووالدته من أصول تركية، والعيلة كانت عايشة حياة أرستقراطية لدرجة إن عندهم شاليهين في سيدي بشر. من وهو صغير كان مختلف، رياضي بالفطرة، يجري يلاكم يصارع يعمل جمباز وسباحة كمان. في كل لعبة لما يدخلها كان بيلفت الأنظار لدرجة إن أهل اسكندرية أطلقوا عليه لقب البرنس. كان طويل وسيم رياضي وحاضر في أي مكان يدخله، وكان واضح إن القدر مخبيله حاجة كبيرة. سنة 1945 دخل السينما لأول مرة، مش كبطل ولا حتى ممثل معروف، ظهر كراقص في فيلم ليلى بنت الفقراء، وبعدها ظهر في لقطات صغيرة في أفلام زي البيت الكبير وما كانش على البال. لكن التمثيل وقتها ما جذبوش بالشكل الكافي، فقرر يسيب السينما خالص. بعيدا عن الكاميرات دخل عادل أدهم عالم المال، اشتغل في بورصة القطن في اسكندرية، وبذكائه وقدرته على قراية السوق بقى واحد من أشهر خبراء البورصة في المدينة. الفلوس كانت بتدخل والنجاح كان مستمر، لكن فجأة قرارات التأميم قلبت الدنيا، وخسر المجال اللي بنى فيه اسمه، فبدأ يفكر يسيب مصر كلها ويسافر. في اللحظة اللي كان بيفكر فيها يبدأ حياة جديدة بعيد عن مصر، ظهر شخص هيغير مصيره بالكامل، المخرج أحمد ضياء. شاف فيه حاجة مختلفة ورشحه الفيلم هل أنا مجنونة؟ ومن اللحظة دي اتفتح باب المجد. عادل أدهم عمل حاجة نادرة جدا، خلى الناس تحب الشرير. ابتسامته كانت مخيفة ونظراته كانت مرعبة، لكن في نفس الوقت عنده خفة ظل غريبة. فأبدع في أفلام زي أخطر رجل في العالم والعائلة الكريمة، وبقى واحد من أهم نجوم السينما المصرية. قبل الشهرة الكبيرة دخلت حياته فتاة يونانية اسمها ديمترا، كانت جاية تزور صاحبتها في مصر، ولأن عادل كان بيتكلم يوناني بطلاقة الكلام بينهم بدأ بسهولة، والحب دخل بسرعة. أهلها رفضوا واختلفوا وحاولوا يمنعوها، لكن ديمترا تمسكت بعادل أدهم وسابت بلدها كلها علشانه، واتجوزوا. وبدأت قصة حب شكلها جميل، لكن نهايتها كانت مأساوية. مع الوقت بدأت مشاكل الزواج. عصبية عادل أدهم كانت شديدة، خناقات وإهانات وأحيانا ضرب وعدم اهتمام بمشاعر زوجته. لكن ديمترا كانت بتحبه بجنون، وكانت مستعدة تستحمل كل ده أملا في إنه يتغير. في يوم رجع عادل متأخر جدا من الشغل، كانت ديمترا حامل في ابنه الوحيد ومريضة ومحتاجة وجوده جنبها. عاتبته وقالت له إنها تعبانة، لكن التعب والإرهاق خلاه يتجاهل كلامها ودخل ينام من غير ما يحس إن الليلة دي هتغير حياته كلها. صحي الصبح البيت هادي، ديمترا مش موجودة. في الأول افتكر إنها نزلت مشوار، لكن الوقت عدى وما رجعتش. وفجأة رن التليفون، كانت صاحبتها، وقالت له جملة واحدة: ما تدورش عليها، ديمترا سافرت اليونان ومش هترجع. سافر عادل أدهم بنفسه لليونان، لف ودور وسأل، لكن أهلها رفضوا يساعدوه ولا قالوا له حتى هي فين. رجع مصر وحيد مكسور ومعاه سؤال واحد: ابني اتولد ولا لأ؟ مرت سنة ورا سنة ورا سنة لحد ما وصلوا ل25 سنة كاملة. خلالهم عادل أدهم بقى نجم مصر الأول في أدوار الشر، لكن جواه فراغ عمره ما اتقفل، فراغ اسمه ابني. بعد ربع قرن تقريبا قابل صاحبة ديمترا، قالت له الحقيقة: ديمترا اتجوزت وعايشة في اليونان وعندها ابن يشبهه جدا. سافر فورا، كان متخيل ان ديمترا هتطرده،
لكن المفاجأة انها استقبلته باحترام، وزوجها كمان، وبكل هدوء ادوه عنوان الابن وقالوا له روح شوفه. وقف قدام الشاب أخيرا بعد 25 سنة انتظار، لكن الشاب كان عنده رأي تاني. قال له أنا معرفش غير أب واحد. عادل حاول يشرح، لكن الشاب كمل اللي رباني هو أبويا الحقيقي. عادل حاول يتمسك بأي أمل وقال له أنا عندي فلوس وعندي مستقبل في مصر وعندي حياة كاملة ممكن تبقى ليك. لكن الشاب خرج بطاقته الشخصية ووراه الاسم، اسم الراجل اللي رباه، وقال له ده أبويا، هو اللي علمني، هو اللي وقف جنبي، هو اللي هيفضل أبويا. في اللحظة دي عادل أدهم حس بدوار شديد، وكأن السنين كلها وقعت فوق راسه مرة واحدة. قبل ما يرجع مصر طلبت منه ديمترا الطلاق رسميا لأنها كانت لسه على ذمته قانونيا. وافق ورجع، وفي قلبه أمنية واحدة، إن ابنه يوافق يقابله مرة تانية ويعرف الحقيقة كاملة. لكن الأمنية دي ما تحققتش أبدا. بعدها بسنين دخلت حياته لمياء الصحراوي، كانت أصغر منه بحوالي 30 سنة وكان عمرها 17 سنة. في البداية كانت بتخاف منه بسبب أدوار الشر، لكنها وقعت في حبه وأصرت على الزواج منه، واتجوزوا سنة 1982. رغم فرق السن الكبير كان داعم ليها وشجعها تكمل تعليمها. أنهت الثانوية ودخلت كلية الحقوق وحصلت على الليسانس، وعاشوا مع بعض 15 سنة. في آخر عمره هاجمه سرطان العظام وسافر للعلاج ودخل مستشفيات وخضع لرحلات علاج طويلة. ولما المصاريف زادت زوجته باعت سيارته علشان تساعد في تكاليف العلاج. الحالة الصحية كانت بتسوء يوم بعد يوم، مية على الرئة، التهابات حادة، وألم لا يتوقف. في 9 فبراير سنة 96 أسدل الستار ورحل عادل أدهم عن عمر 67 سنة داخل مستشفى الجلاء العسكري في القاهرة. رحل الشرير الأشهر في السينما. لكن المفارقة المؤلمة إن الراجل اللي خوف ملايين المشاهدين على الشاشة قضى آخر سنوات عمره مكسور بسبب جملة واحدة قالها له ابنه: اللي رباني هو أبويا الحقيقي.